مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايالكم كده بوصفه سهله وسريعه خالص، بجد حلوه جدا. هنعمل مع بعض النهارده فايش السريع او فايش الافران بطريقه حلوه جدا جدا وبطريقه سهله وبسيطه خالص. بجد هتعجبكم قوي. وهقول لكم كمان سر لونه كده ولونه حلو كده ازاي. بجد طريقته هتعجبكم جدا. بصي مفرغ وحلو ازاي، وهش جدا جدا، وطريقته سهلة وبسيطة، بجد هتعجبكم قوي. اعمليه بقى، ممكن تاكلوه كمان طري ما تنشفوش في الفرن. بيبقى طعمه بجد حلو جدا. تقدري بقى تفرشي عليه كده جبنة بقى، او تاكليه كده بقى باللبن. بجد هيعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة الحلوة والسريعة السهلة دي. عندي هنا كوباية من المية الدافية. تقدري تحطي مكانها لبن براحتك، لو حابة حطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر عشان يبقى طعمه كده مسكر وحلو. هحط عليهم كيس من الخميرة الفورية. تمام. امشي معايا خطوة خطوة كده، بجد طريقته حلوة جدا وسهلة وسريعة وبجد تحفة. اديتهم تقليبة كده حلوة. وبعد كده عندي هنا ربع كوباية من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة. ده على قد ايه؟ على نص كيلو دقيق. 4 كوبايات دقيق. وعندي رشة بسيطة كده من الملح، وعندي هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعندي هنا معلقتين من الكركم. تمام. الكركم ده هيديله لون، بس احنا هنزود له حاجة كمان هتديله لون الاصفر الحلو قوي. وحطيت كمان معلقة من الخل، بتخلي العجينة هشة كده وحلوة قوي. بس كده، مش هحط اكتر من كده. عندي هنا ال4 كوبايات دقيق بتوعي او النص كيلو دقيق نخلتهم. وهحط عليهم معلقتين كبار من السمسم. لو مش حابه تحطي سمسم براحتك ما تحطيش، بس انا بحب طعم السمسم قوي في المعجنات. هنزل كده بنص كميه الدقيق على الخليط بتاعي ده اللي احنا عملناه، سهل جدا ومتوفر عندنا كده كل حاجه في البيت. سهله خالص. هتقلبه. بعد كده هنزل ببقيه كميه الدقيق بتاعي اهو. تقدري تضاعفي الكميه زي ما قلتلك براحتك. هنا لقيت العجينه كده يابسه معايا شويه. عندي هنا ربع كوبايه ميه دافيه. ده بقى اللون الحلو الاصفر. بس ما استعملتش ربع كوبايه الميه كلها. حطيت عليها ايه؟ ربع كوبايه الميه دي حطيت عليها حاجه بسيطه خالص خالص كده على طرف المعلقه من لون الزعفران. اللون اللي هو البودره. تمام. خدت كده حوالي معلقتين كبار من الميه. اللون الزعفران ده بيدي لون حلو قوي قوي كده للفيش. زي ما انتوا شايفين لونه بقى اصفر وحلو ازاي. آه هفضل بقى يعني اعجن فيها. العجينه عندي تبقى طريه وما تبقاش يابسه. بصي، وما بتلزقش في نفس الوقت في الايد. زي ما انتوا شفتوا كده العجينه انا حطيت كده في الاخر يعني معلقتين بس خدتهم من الميه. وزي ما قلت لك تقدري تستعملي لبن. لو مش حابه تستعملي ميه تستعملي لبن. بجد طريقته حلوة وسهلة وسريعة قوي، بجد هتعجبكم. هتاخدوا احلى طعم. انا عن نفسي بحب احط عليه كده، ادهن عليه كده جبنة واكله بيبقى تحفة. هنا بعد ما عجنت العجينة بتاعتي وخدمتها حلوة قوي، يعني اعجنيها حلو جدا. تمام. حطيتها كده في طبق في دهنة كده كده من الزيت، دهنة بسيطة كده من الزيت. وهغطيها وهسيبها كده ترتاح قيمة ربع ساعة نص ساعة. انا سبتها نص ساعة. تمام. سبتها كده ترتاح نص ساعة مش تخمر، وبعد كده هرجع هقول لكم هنعمل فيها ايه. هنا بعد ما ارتاحت معايا قسمتها على كورتين. النص كيلو قسمته على كورتين. تقدري تقسميه على 4 كمان على فكرة. عندي هنا مفرش سيليكون او اي حاجة، يعني تقدري تحطي عليها العجين. هعمل العجينة بتاعتي دي على شكل مستطيل. زي ما قلت لكم انا قسمت النص كيلو على كورتين. تقدري تقسميه على 4 لو حابة. تمام. اهو. وفردته حلو قوي قوي كده. وهلفه رول زي ما انتوا شايفين كده، وهقفل كويس قوي وبضغط كده وانا بقفل عشان ما تبقاش العجينة مفرغة. اهي. والطرف ده اللي من تحت ده هقفله كويس قوي. والجناء الاطراف برضو دي كده زي ما انتوا شايفين هنقفلها كده زي ما بنقفل العيش الفينو. اهو. هقفلها حلو كده من كل الجوانب. اهو. عندي هنا الصاج بتاعي دهناه سوري، دهناه زيت اهو. هسويه كده في الصينية. وعندي برضو الكرة التانية هعملها بنفس الخطوات. هفردها برضو على شكل مستطيل اهو. حابة تصغريها عن كده زي ما قلت لك الكور، تمام.
وبعد كده برضو هلفها رول واقفل عليها كويس عشان ما يعمليش فراغات في الفيش. تمام. اهو. اهو هقفل كده كويس وانا ببرم. والطرف اللي من تحت ده برضو هقفله كويس قوي كده بايدي. وبرضو الجناب دي برضو هقفلها كويس. تمام. هحطها برضو في الصاج بتاعي وهسيبها بقى تخمر براحتها. طبعا الجو ساقع شوية فانا سبتها يعني قيمة ساعة ونص ساعتين حسب كده الجو. يعني هي من ساعة لساعة ونص ساعتين براحتك. بصي هنا خمرت معايا. انا سبتها وقت شوية كنت بعمل حاجات فسبتها تقريبا ساعة ونص ساعتين حاجة زي كده. خمرت وخدت وقتها وبعد كده دخلتها على فرن سخن. ما شغلتش من فوق. الفايش من الحاجات اللي ما بتشغلهاش الشواية هي بتاخد لون حلو. تمام. خدت حوالي تقريبا من 25 دقيقة نص ساعة في الفرن. بصي شكلها وبصي السوا ومفرغة وحلوة جدا جدا وهش والله. وريحته وعايزة اقولك طعمه كده وهو طري. بجد والله كان بيتخطف طعمه حلو قوي. وتقدري تدهني كده عليه كمان زي ما قلتلك بقى عسل تدهني جبنة. بجد بيبقى حلو جدا جدا جنب كوباية شاي بقى كده. او جنب كوباية شاي بلبن كمان تغمسيه كده بجد بيبقى تحفة. وحاجة سهلة وسريعة وانضف كمان من الافران. جربيه كده بكمية قليلة بقى وهتدعيلي بجد. هنا قطعته سبته لما برد خالص. تمام. في ناس بيسيبوه لتاني يوم كمان بس انا الصراحة يعني هو كان دافي حاجة بسيطة خالص كده سبته لما برد. وقطعته عشان ما يفرفتش منك كده ويفتفت ويبهدل الدنيا. رصيته في نفس الصاج. وهدخله بقى الفرن هحمصه. يعني ياخد اللون اللي انتوا شايفينه اللون العسل ده اللون الذهبي كده الحلو ده. بجد كان تحفة. عايزة اسمعكم بقى القرمشة بتاعته وقد ايه مقرمش وحلو جدا. وعمل معايا كمان كمية حلوة غير اللي في الطبق دي. ده غير كمان اللي يتاكل بجد كان حلو جدا. مش عايزه اقولك بقى الريحه ولا الطعم بجد تحفه. لو مش حابه تحطي معلقتين بودره سوري اللي هي معلقه يعني احنا زودنا في الاخر كده حاجه بسيطه من الزعفران. او من بودره الزعفران مش حابه تحطيها تمام اكتفي بالكركم بس. بصي شكله بصي مفرغ قد ايه كده وهش وحلو جدا جدا بجد كان تحفه وطعمه وريحته ما اقولكوش حاجه كده سهله وسريعه. وتقدري تعملي كده كميه بسيطه او تزودي الكميه زي ما تحبي. جربوها بجد هتعجبكم قوي. وما تنسونيش بقى باللايك واشتراك في القناه. بصوا مقرمش قد ايه. في نفس الوقت هش وطري بجد يستاهل بقكم. بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي كل. هستنى بقى تعليقاتكم الحلوة وما تنسونيش باللايك وتشجيع وكومنت حلو منكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد واقول لكم مع ألف سلامة. سلام.